هذا يدفعنا للتساؤل هنا. هل بقيت أصلا وصاية للأردن على المسجد الأقصى إزاء كل ما ذكرت من انتهاكات يقوم بها الاحتلال صباح مساء في المسجد الأقصى، من بواباته، من حراسه، من حتى الطقوس التي تمارس للمستوطنين داخله؟ ماذا تبقى من وصاية أصلا قبل أن نتحدث عن مستقبلها للأردن على المسجد الأقصى؟ للأسف الفعل الحقيقي الآن الواضح هو يمكن أن نسميه رعاية. الوصاية تحولت بفعل كل هذا العدوان الصهيوني على الأقصى، تحولت من وصاية بما فيها الكلمة من دفاع ورعاية وصيانة وحماية المقدسات في القدس المحتلة. الآن نستطيع أن نقول عنها بأنها رعاية، آه، دفع رواتب الموظفين، تسيير شؤون المسجد الأقصى المبارك. لذلك ماذا كنا نتحدث عنه كثيرا في السنوات الماضية، لا يجب أن تتحول دائرة الأوقاف الإسلامية من إدارة شؤون الأقصى بكل ما فيه إلى إدارة شؤون المسلمين في الأقصى. ما يجري حاليا هو تقديم لدائرة الأوقاف، لدور دائرة الأوقاف الإسلامية، وتتحول لإدارة شؤون المسلمين في الأقصى. هذا يعني بأننا نستنسخ نموذج المسجد الإبراهيمي الخليل، مسجد الخليل، إلى داخل المسجد الأقصى المبارك. وهذا طبعا يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة، يعني لا قدر الله في حال تم فرض الوجود اليهودي خارج أنظمة الاقتحامات السائدة اليوم. يعني اليوم هذا واحد من المطالب التي تطالب بها منظمات المغرب، أن يقتحم الأقصى بين العصر والمغرب، يعني المغرب والعشاء حتى ما بعد ذلك. ما هو دور الفلسطينيين أيضا في مرحلة قادمة إن اقتطعوا جزءا لا قدر الله ليحولوه إلى ما يدعون أنه كنيس ومعبد أو غير ذلك؟ ما هو موقف الإطلاق؟ لذلك الآن قبول الدائرة وقبول الوصاية وقبول الأردن الرسمي بهذه الفكرة بأنه هو راع للمقدسات، راع للأقصى، من باب الرعاية على غير أي مسجد في العالم. هذا غير مقبول، لأن واقع الأقصى لا يشبه أي مسجد أقصى في العالم. جزء أساسي من قوة الوصاية هي الدفاع عن المقدسات، هي الدفاع عن المبارك. بل أدبيات الوصاية في ما يمكن أن نقول عنه الوثائق الرسمية الأردنية، إن كان يعني الورقة تستشهد بمقولات من موقع الملك الأردني عبد الله الثاني، من كتاب صادر عن جهات رسمية معنية بالوصاية على المقدسات، تأكد أن الهدف الأساسي للوصاية هي حماية المقدسات. الحماية التي تفقد الآن يعني أن الوصاية تفقد جزء أساسي من، لا أقول قوتها، ولكن من مركزيتها.